رودريجو في لحظة مجنونة بيشعل البرنابيو. الدقيقة 89 كامافينجا بيلعب طولية جوه المنطقة، بنزيما بيسبق المدافعين ويصلحها ببطن رجله بكل هدوء. رودريجو بينقض على المرمى وبيسددها في الشباك والبرنابيو بيشتعل، وبداية الحلم المجنون. بس خليني احكي لك من الاول واقول لك احنا وصلنا هنا ازاي. السيتي بدأ البطولة بثبات، صدارة مجموعته بسهولة، وعبر سبورتنج لشبونة في دور ال16 بخماسية، وفي ربع النهائي فاز على الاتليتي بعد مباراة صعبة انتهت 1-0 في مجموع الماتشين، ويوصل نص النهائي يلاقي مدريد مستنيه. مدريد اللي تصدر مجموعته بس مش بالسهولة المعتادة، وفي دور ال16 قلب الترابيزة على باريس بعد ما كان متأخر 2-0 مجموع الماتشين بهاتريك للحكومة كريم بنزيما. وفي ربع النهائي مواجهة مع حامل اللقب وقدم عرض عالمي بهاتريك تاني لكريم بنزيما وفاز 3-1، لكن في الإياب في البرنابيو تشيلسي قلب الدنيا وتقدم 3-0. الجمهور في صدمة، بس في الدقيقة 80 رودريجو يسجل هدف الأمل وبنزيما يحسمها في الأشواط الإضافية ويصطدم بالسيتي المرشح الاول للبطوله في نص النهائي الذهاب في الاتحاد. المباراه بدات بشكل ناري، هدف اول من رأسية دي بروين بعد دقيقه ونص، بعدها ب8 دقائق جابرييل خيسوس بيضاعف النتيجه والسيتي مسيطر. الريال بدا يرد وبنزيما سجل والنتيجه 2-1، لكن فودن بيصعبها وبيسجل الثالث، فيرد عليه فيني بهدف فردي مذهل جرى فيه من نص الملعب، ودلوقتي النتيجه 3-2. بعدها برناردو بيسجل الهدف الرابع للسيتي ويوسع الفارق تاني، لكن بنزيما بيختم الماتش بركله جزاء بانينكا مجنونه وبيضحك بطريقه غريبه عشان الذهاب يخلص 4-3. الاياب في السانتياغو برنابيو ما كانش مباراه عاديه، ده كان درس في معنى كلمه ريمونتادا. السيتي بدا وضغط من البدايه، الريال حاول لكن دفاع السيتي كان منظم في الشوط الثاني. رياض محرز فجر الصدمه في الدقيقه 73 بهدف صاروخي، وبكده السيتي متقدم 5-3 مجموع الماتشين، والمباراه بتجري والسيتي حاطط رجل في النهائي. لكن في الدقيقه 89 كانت المعجزه، كامافينجا بيرفع طوليه في المنطقه، بنزيما بيصلحها ببطن رجله، رودريجو بينقض على المرمى وبيسجلها في الشباك، البرنابيو بيشتعل والامل بيرجع. الوقت الضايع بيبدا في اول دقيقه، كارفاخال بيرفع عرضيه ويطير عليها رودريجو فم حاجه وبينفجر الملعب، والنتيجه تصبح 5-5. ونروح للاشواط الاضافيه، بنزيما حصل على ركله جزاء وسجلها بهدوء القائد، وبكده عرفنا كان بيضحك ليه، وتنتهي المباراه. بس تخيل لو لم يسجل رودريجو، لو رودريجو ما كانش سجل هدفين كانت المباراه تنتهي لصالح السيتي بمجموع 5-3 مجموع الماتش بطريقه دراميه. جوارديولا كان هياخد فرصه ذهبيه لاسكات كل الكلام عن فشله الاوروبي مع السيتي، وكان هيبقى نهائي انجليزي خالص بين السيتي وليفربول. اما الريال وانشيلوتي كانوا يخسروا البطوله ال14، كان الريال هيفضل واقف عند ثلاثيه زيدان التاريخيه. طب والبالون دور، اغلب الظن ان بنزيما ما كانش هيتوج بيها بنفس الحسم، لان دوري الابطال كان من اهم اسباب ترجيحه، فكان ممكن يبقى صلاح او ماني او دي بروين على حسب مين كان هيكسب الابطال. بس كل دي تخيلات، لان في الحقيقه الريال كسب المباراه وصعد النهائي، كسب في النهائي. في نهائي لم يكن هو المسيطر فيه، بل العكس، الريال سدد تسديده وحيده على المرمى بين القائمين والعرض، كانت هدف فينيسيوس وهدف الفوز. فالريال طبق قاعده النهائيات تكسب ولا تلعب، القاعده اللي اتبعها البيتسو موسيماني في نهائي القرن، بس مش بالدرجه يعني. فتعالى خليني احكي لك ازاي. الجمعه 27 نوفمبر استاد القاهره، نهائي ابطال افريقيا، اول مره اهلي وزمالك يتواجهوا في نهائي افريقيا. الاجواء كانت نار قبل الماتش، كل واحد عارف ان الفوز هنا مش بس بطوله، ده تاريخ. الماتش بدا والاهلي ضغط من اول دقيقه، وفعلا في الدقيقه ال5 علي معلول لعب ركنيه على القائم القريب، عمرو السوليه حطها براسيه في الشباك وتقدم الاهلي 1-0. بس الزمالك ما وقعش، بالعكس بدا يستحوذ ويمشي شيكابالا من اليمين بمجهود فردي يسجل هدف التعادل، وبيبدا الشوط الثاني. الزمالك كان الفريق الاكثر خطوره، زيزو سدد كره ارتطمت بالقائم في لحظه حبست انفاس كل اهلاوي. الاهلي في المقابل كان بيدافع وبينتظر اللحظه الحاسمه. دقيقه 85 و45 ثانيه، عمرو السوليه بيعلق كره في 18 يردها محمود علاء عشان توصل لقفشه اللي يعدلها، شاط الكره وجول القاضي وبيسدد قاضية. تخيل عزيزي المشاهد ان قفشه لم يسجل. لو قفشه ما سجلش فكنا نروح للاشواط الاضافيه، ومع الارهاق والضغط كان ممكن يتغير نتيجه المباراه. الزمالك كان مسيطر في فترات كبيره من المباراه، ومع المعنويات العاليه هدف او خطا دفاعي من الاهلي كان ممكن يقلب النتيجه وتبقى السادسه المفقوده. البطوله الغائبه تعود للزمالك بعد 18 سنه، وبتعود على حساب الاهلي ويجيبها شيكابالا، يعني مفيش بعد كده. عزيزي الاهلاوي كان زمانك بيتعدى عليك الجمعه 220 على نهائي القرن. لو الزمالك كان كسب كان ممكن هو اللي يسيطر على افريقيا السنين الجايه مش العكس، وخصوصا ان الزمالك كان معاه سكواد عالي، كان ممكن الستة تجر 7 و8 زي ما حصل مع الاهلي، والتاسعة جرت 10 و11 و12، تبقى اي قذيفه جاءت يا بيتسو، وتبقى اقاله موسيماني، ويبقى الانجاز التاريخي من نصيب باتشيكو. عزيزي الاهلاوي كنت هتعيش اسوأ كوابيس. هدف قفشه مش الهدف القاتل الوحيد في تاريخ النهائيات، بس تعالى نرجع ل 2006 وهدف تريكا القاتل في مرمى الصفاقسي التونسي.
الصفاقسي، الهدف اللي خلى الاهلي يعادل عدد ابطال الزمالك ويوصل للقب الخامس، النهائي بين الاهلي المصري وصفاقسي التونسي. الاهلي بطل النسخه السابقه داخل بيدافع عن لقب، الصفاقسي بيدور على اول لقب في تاريخه. الذهاب في القاهره كان صدمه، الاهلي بيتعادل 1-1 على ارضه ووسط جمهور، والاعلام والناس كلها بتقول حسم اللقب من رادس مهمه شبه مستحيله. لعيبه الصفاقسي احتفلت بعد الماتش 11 نوفمبر ملعب رادس ليله العوده. ملعب رادس ممتلئ عن اخره، جمهور الصفاقسي مش بس بيشجع، لا ده رفع تيفو لفرعون لابس رقم 22 راكع وبيسلم الكاس لمحاربه، وكأن الماتش خلص. الماتش كان صعب والوقت قرب يخلص، ولاعيبه الصفاقسي بدأوا وبيحتفلوا قبل صافرة النهايه، والجمهور كمان كان بيحتفل. لكن في الدقيقه ال91 كرة طولية من شادي محمد بيلمسها عماد متعب وبيعدلها فلافيو بدماغه، وابو تريكة بينطلق والزمن بيقف ويشوط بشماله الضعيفة الزاوية الضيقة يسارية قاتلة. الاهلي بيخطف الكاس من قلب تونس من رادس وبيحول ليلة الاحتفال الى ليلة بكاء. بس تخيل لو المباراة 80 دقيقة بس، بدون الدقيقة ال91 فما كانش فيه هدف قاتل، كانش فيه صورة ابو تريكة وهو فاتح دراعاته وبيحضن اللعيبة. الصفاقسي كان هيكتب تاريخ جديد، كان هيبقى اول تتويج ليه في تاريخهم بدوري الابطال، والاهلي كان يخسر فرصة تحقيق لقبه الخامس وفرصة معادلة رقم الزمالك ب5 بطولات افريقية. الكرة اللي رفعها شادي ولمسها عماد متعب كان مازال سحرها وصداها موجود معاه لحد 2014، والهدف الاغلى بالنسبة لكتير من جماهير الاهلي، هدف اسطوري. فتعال احكي لك، 2014 كانت سنة انتقالية صعبة للاهلي. الجيل الذهبي اللي شال الكؤوس في 2005 و6 و2008 و2013 بدأ يختفي، ابو تريكة اعتزل وبركات اعتزل، ووائل جمعة بيختم مشواره مع الفريق، والفريق داخل مرحلة جديدة. والاول مرة في التاريخ الاهلي بيلعب في الكونفدراليه بعد الخروج من الابطال. الاهلي عدى المجموعات ولعب القطن الكاميروني في نص النهائي لحد ما وصل للنهائي ضد سيوي سبور الايفواري. الذهاب كان في ابيجان، المباراه حراره ورطوبه واجواء مش سهل. الاهلي بيتاخر بهدف بعد ركله جزاء من خطا من احمد عادل عبد المنعم، وبعدين في بدايه الشوط الثاني الشاب تريزيجيه يعادل النتيجه، ثم بيتقدم سيوي سبور 2-1 وبتنتهي مباراه الذهاب. العوده في القاهره 6 ديسمبر 2014، وحضر المباراه اكتر من 20,000 مشجع، كانوا عاملين رعب في الملعب. الاهلي محتاج هدف واحد بس للفوز بالكاس، بس الوقت بيعدي والفرص بتضيع. الدقيقه 80 والنتيجه 0-0 واللقب بيهرب. وصلنا لاخر هجمه في الماتش، الدقيقه 95 عبد الله السعيد بيلعبها لوليد سليمان على الطرف، اوفر رائع من وليد سليمان، متعب بينط وبيحطها في الجول والملعب بيشتعل. اول لقب كونفدراليه في تاريخ الاهلي، لقب كان غالي بسبب الظروف المحيطه بيه، من رادس 2006 لمتعب 2014 لقفشه 2020، وغير اهداف كتير للاهلي في ال90. فما اعتقدش ان في اهلاوي كان يحب يتخيل ان المباراة 80 دقيقة، وبكده نكون شفنا لحظات بعد الدقيقة 80 غيرت مصير بطولات كاملة وكتبت تاريخ الكورة. لحظات صغيرة بس تأثيرها كبير. خليك دايما تقول تخيل لو. فما تنساش تتابع القناة وتكتب لنا في الكومنتات لو المباراة 80 دقيقة كان هيتغير ايه. كان معكم عبد الرحمن زكي.